صباح الخير إذا كان عندكم صباح، ومساء الخير إذا كان عندكم مساء. كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. شايفين الجمال واللذاذة؟ اليوم رح نسوي قلب حلا بارد، حلا الآيس كريم بالأناناس. هذا الحلا لازم يكون على سفرتكم بإذن الله. أول شي رح أسوي معاكم الكريمة. رح نحط قشطة، كيري، والدريم ويب، كريم كراميل، وراح نضيف كمان الكريمة تقريبا ربع كوب، وراح أخلطها إلين أوصل للقوام اللي أبغاه. بعدين راح أستخدم هذا الكيك اللي أنا راح أستخدمه. أي كيك فانيلا ممكن تستخدمونه عادي، سواء كان يعني زي كذا كبير باوند كيك ولا الكب كيك أو اللي تبغونه. طبعا قطعته، هو كذا يجي شكله من جوا. راح أقطعه، راح أرصه في صينية زي كذا. بعدين راح أستخدم عصير أناناس. أنا هذا العصير اللي راح أستخدمه، ممكن تستخدمون أي نوع أنتوا تحبونه. راح أحط شوية على الكيك، بعدين راح أحط طبقة من الكريمة وراح أوزعها بالتساوي على الكيك. بعدين راح أحط قطع من الأناناس. أنا استخدمت الأناناس اللي يجي معلب، قطعته كذا قطع صغيرة وبعدين حطيته. حطيت كمان طبقة ثانية من الكيك، ولكن أنا خليتها كذا يعني كيك مفتت، فهمتوا؟ زي كذا. وأضفت كمان أناناس، عصير أناناس شوية. وبعدين آخر شي حطيت كريمة من جديد، يعني كررت الطبقات. وآخر شي حطيت جوز الهند، وراح أدخلها الثلاجة. أنا تركتها في الثلاجة تقريبا ليلة كاملة. أنتم ممكن تتركونها الوقت اللي أنتم تقدرون، يعني تقريبا كم ساعة راح تكفي. وهنا طلعتها من الثلاجة. أتوقع واضح إن الحلا جدا لذيذ. شايفين كيف شكله كيف متماسك؟ شوفوا بس الجمال كيف. إذا تبغون حلا بارد يبرد على القلب وطعمه لذيذ، لا تتعدون هذا الحلا. أنصحكم كلكم تجربونه، صراحة مرة حبيته، وما راح تكون آخر مرة إن شاء الله اللي راح أسويه فيها. أبغاكم كلكم تجربونه، واكتبولي في الكومنتات بعد ما تجربونه مع فنجان قهوة لذيذ. واكتبوا لي الوصفات والأشياء اللي حابين أجربها معاكم. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيهات. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الثاني.